السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيلوكس في شرح كيف نسوي سيرفر للماينكرافت. طبعا معليش شباب على انقطاع، والله انقطعت مشغول. الحين ان شاء الله نبدأ بداية جديدة ونكمل الشروحات. طبعا اليوم اللي هو عندنا شرح كيف نسوي السيرفر على الماينكرافت. طبعا في البداية يعني لازم تكونون محملين اللي هو سيرفر ماينكرافت او ماينكرافت سيرفر. لا انا بحط لكم رابط اللي هو صفحة ماينكرافت الاصلية، تفتحون انتم تنزلون تحت اللي على داونلود. نضغط عليها. طبعا لما تفتح لكم هذه الصفحة تنزل تحت، تضغط على هذه ماينكرافت سيرفر .exe. خلاص اضغط عليها. طبعا هي الحين بتتحمل تحت زي ما تشوفون تحت. الحين يتحمل الماينكرافت سيرفر، ونحتاج له برنامج هاماتشي. طبعا انا بحط لكم الرابط تحت المقطع، رابط الصفحة الرئيسية لبرنامج هاماتشي. بس تفتحون الصفحة تضغط على اللي هذه فري داونلود، وتفتح لك اللي هذه الصفحة نفس الشيء، تضغط على فري داونلود. طبعا خلاص الحين تستنى وتشوف هاماتشي تحت. يعني الحين ينحفظ زي ما تشوف له هذا تحت. خلاص كذا تكون تحملت الهاماتشي ولا ماينكرافت سيرفر. طبعا ماينكرافت سيرفر انت تجيبه تحطه داخل، يعني تلقاه في التنزيلات او في سطح المكتب، شكله زي كذا. تجيبه تحطه داخل اي مجلد. يعني انا لاني قد شغلته من قبل جاني كذا. انت بس يعني بيجيك له هذا بس ماينكرافت سيرفر، تجيبه انت وتحطه في مجلد فاضي. تضغط عليه مرتين، تضغط تشغيل. الحين نستنى لين يشتغل. زي ما تشوفون كذا يشتغل هو. اول ما تظهر لكم اللي هي هذه المجلدات هذه كلها خلاص تسوون اغلاق. هذا انا اللي قبل مسوي. اول ما تظهر هذه تغلق هذا. تروح تفتح تفتح الهاماشي. طبعا انا مثبتهم قبل على الجهاز. طبعا طريقة التثبيت بسيطة. تروح انا مثلا محمل عندي في التنزيلات. هو بيجيكم يعني على شكل، يعني كل الناس يعني الحين يعرفون يعني طريقة التثبيت اللي هو هذا يجيكم. بداية تضغط عليه مرتين، تضغط نيكست ثم يستخرج لكم هذا التطبيق، ويجيكم صفحة الاعدادات. تضغط نيكست لين ما يثبت عندكم هاماشي. طبعا هي هذه أيقونة برنامج هاماشي. طبعا الحين استنى لان انا ضغطت على هذا. المهم الحين لما تفتح عندكم صفحة هاماتشي زي كذا، تضغط على اللي هو الشبكة ثم انشاء شبكة جديدة. هنا تكتب اللي هو ثواني. هنا تكتب اسم الشبكة اللي تبي. طبعا انا بكتب سيلوكس. هنا تكتب اي باسورد او اي كلمة سر تبيها انت تكتبها هنا. 1 2 3 4. خلاص تضغط انشاء. طبعا طلعت الشبكة هذه موجودة. خلاص الحين هاماشي تسوي تصغير. تروح ترجع له هذا المجلد اللي فيه له ماينكرافت سيرفر. بعد ما تضغط عليه مرتين. معلش شباب استنى هذا. هذا شباب. طبعا يعني بعد ما تفتح له هذا المجلد اللي فيه ماينكرافت سيرفر في هذه كلها، تيجي على هذا اللي هو يجيك على شكل سيرفر، تضغط عليه مكتوب سيرفر عليه، تضغط عليه كليك يمين وتروح تضغط على فتح الاستخدام. خليك على المفكرة، اضغط عليه. اذا ما جتك المفكرة هنا اضغط على هذا وتنزل تحت تلقى المفكرة موجودة. اضغط على المفكرة واضغط موافق. طبعا الحين هنا اهم حاجة هنا اللي هو هذا بيجيك هنا، يعني يجي كذا سيرفر اي بي، يعني يجي ما في شيء. انت تروح على الهاماشي على الشبكة حقك اللي هذه، تضغط هنا كليك يمين، نسخ عنوان اي بي 4 اي بي في 4 هذا.
تسوي نسخ، تجي هنا خلاص تسوي لصق كذا. انت هنا دخلت الاي بي تبع السيرفر. طبعا هنا في اشياء هنا زي ما تشوفون انه هذا النذر. اذا تبغى بوابة النذر تكون موجودة عندك يعني في السيرفر، تخلي هذا تكتب هنا ترو، يعني تكتب ترو زي هذا، تكتب فالس اذا ما تبيها موجودة في بوابة النذر. بس اذا كنت تبيها موجودة تكتب فيها ترو، يعني زي هذه. طبعا هنا تكتب له الاسم تبع السيرفر حقك، يعني انا الاسم السيرفر كاتب سيلوكس. اكتب انت اي اسم تبيه هنا، يعني الاسم السيرفر اللي تبيه. انا بعلمكم اللي اعرفه بس من هذه الموجودة هنا. السيرفر بار تخليه زي ما هو. هذا طبعا اللي هو الماكس. هذا انت يعني 256 تقدر حتى تخليه اي عدد حتى لو 6 مليون. بس يعني هذا اللي هو ارتفاع يعني الاحجار، يعني لما انت تحط حجر تطلع فوق، تحط حجر تطلع فوق، يعني هذا اعلى شيء انا حاط هنا 256. اذا تبغى اي عدد انت تحطه هنا ينفع. سبونر لا هذا مو بس سبونر. هذا والله ما ادري عنه. هذا اذا ثواني، هذا اذا خليت انت ترو هنا يصير بس ما يمدي احد يدخل في السيرفر الا اللي انت بس تضيفهم في الوايت لاست. طبعا هي هذه وايت لاست هنا، الاسامي اللي تضيفها هنا بس يعني تفتح هذا وتضيفها فيه، يعني هي الوحيدة اللي تقدر تدخل السيرفر. يعني الافضل انك تخليه فالس زي ما تشوفون. هذا هو. طبعا هنا اللي هو سبون هذا ما ادري شو. هذا اللي هو الاونلاين مود. طبعا خلها فالس لانك اذا خليتها ترو يصير ما يقدر يدخل على السيرفر الا بس اللي عنده نسخة ماينكرافت اصلية شاريها. بس تخليه فالس يصير اي واحد حتى اللي عنده نسخة مكركة من ماينكرافت يقدر يدخل عليها. بي في بي خله زي ما هو ترو، خله ترو. هذا الجيم مود ما ادري يمكن الصعوبة او ان الكريتيف مود او السرفايفر، انا مو متأكد. هذا ماكس بلايرز اللي هو طبعا هذا يعني اكثر عدد يعني يمكن يدخلون السيرفر، يعني تبغى 20 او 5 او 10. وهذا اللي هو سبونر تبع الوحوش. طبعا انا مطفيه بس يعني الوحوش بس تظهر من الظلام. اذا يعني انت تبغى الوحوش يعني تلقى سبونرات وكذا في اللعبة تخلي هذا ترو، اذا ما تبي سبونرات خلي فالس. وهنا تحت اللي هو هذا اللي هو انا كتبت تحت اللي هو سيلوكس كرافت. تكتب هنا الكتابة اللي تبيها، يعني تظهر تحت اسم السيرفر، يعني لما تجي تضغط على السيرفر الكتابة اللي تحت تكتبها هنا. بعد ما تخلص من تضبيط الاعدادات خلاص تضغط على ملف حفظ، خلاص تغلق هذا. الحين تيجي تضغط على اللي هو هذا ماينكرافت سيرفر. بس قبل لا تضغط على هذا انا يعني عندي طريقة افضل. تفتح ملف نص جديد هنا، ايوه مستند نص. هذا الكلام انا اللي هو هذا انا بحطه تحت في الديسكريبشن، تسوي له نسخ تحطه في الملف النص اللي هنا. بعدين اضغط على ملف حفظ باسم. طبعا زي ما تشوفون هنا تسمي الملف run، ثم تكتب اي اسم هنا. يعني مثال نكتب ماينكرافت سيرفر، ثم تكتب دود بات. خلاص بعد ما تكتب هذا اضغط حفظ. طبعا انا مسوي من قبل، خلاص اضغط لا. هذا حتى خلاص هذا مسحه مو مهم. طبعا بيجيك هذا موجود، يعني تلقى هذا موجود بعد ما تسوي هذه الحركة.
تضغط على هذا تضغط على هذا مرتين يعني على اساس يشتغل السيرفر. الحين تجيكم هذه الصفحة، نستنى زي ما تشوفون لو فتح هذا لو ماينكرافت سيرفر. الحين استنى، الحين تبدأ هذا بس اللي أول مرة يسوي يعني أول مرة يشغل السيرفر يعني بيجي كذا بيطول. بس إذا كنت يعني قد سويت السيرفر لك فترة يعني تلعب عليه، لما تشغل هذا يعني ما بيطول زي كذا، على طول يشتغل. الحين استنى هذا لما يكمل. زي ما تشوفون خلاص خلص. طبعا اذا تبغى المساعدة تكتب تحت هنا، تكتب هيلب، تجيك اللي هذه الاوامر. طبعا اذا تبغى توقف السيرفر تكتب ستوب كذا، ستوب، خلاص تضغط انتر. السيرفر الحين معليش زي ما تشوفون السيرفر خلاص انغلق. تبغى تشغله مرة ثانية تضغط على هذا مرتين. الحين بيشتغل السيرفر، استنى. زي ما تشوفون الحين اشتغل السيرفر وعلى طول يخلص زي ما تشوفون، لان هذيك اول مره وخلاص يعني ضبط اعدادات السيرفر، والحين السيرفر على طول شغال. نروح نفتح لعبه الماينكرافت. خلاص هذا صورة تصغير وهذا كمان تصغير. هذه اذا تبغوا تغلقونه ولا تصورونه ما تفرق، بس ان هنا هذا اذا غلقتونه على طول السيرفر ما يكون شغال، لازم يكون هذا مفتوح على اساس يكون السيرفر شغال، وهذا نفس الشيء. الحين استنى لين تشتغل اللعبة. ووقف المقطع لين تشتغل اللعبة بنكمل. هذا طبعا زي ما تشوفون الحين لعبة ماينكرافت اشتغلت. تروح تضغط على ملتي بلاير، طبعا بيجيك كذا، تضغط على اد سيرفر. هنا تكتب اي اسم تبي، يعني اي اسم تكتبه هنا عادي، ما يسوي يعني ما يسوي مشاكل ولا شيء، يعني مو بشرط. يعني زي ما تشوفون اسم السيرفر سيلوكس، انا بسوي مثلا اي اسم، اتشت. هنا تحت تروح للهاماشي السيرفر اللي انت او الشبكه اللي انت مضيفها هنا. تضغط عليها كليك يمين، او لا مو بهذه، تجي على هذا اللي انت حقك هذا، تضغط عليه، تضغط على نسخ عن عنوان IPv4. خلاص تجي هنا لما عندك تضغط كليك يمين، اضغط على كنترول في يصير لصق هنا. خلاص اضغط على دون. زي ما تشوف الحين الشبكة هذه شغالة، وهي هذا اللي سيلوكس كرافت اللي انا كاتبه هناك. خلاص بس انك تضغط على جون سيرفر وتدخل على الشبكة. طبعا الحين انا ما يمدي ندخل لانه يسجل مقطع، نجرب نشوف. هذا الهماشي خلاص صور تصغير. الحين نستنى اللعبة لين او نستنى لين يشتغل معانا السيرفر. اي زي ما تشوفون هذا السيرفر شغال. طبعا هذه زي يعني هذه اللي ابسط طريقة انك تسوي سيرفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم سيلوكس في شرح كيف تسوي سيرفر على الماينكرافت. اتمنى لايك وسبسكرايب وزيادة منتديات سيلوكس. مع السلامة يا شباب.